ازاي تقدر تنجح على اليوتيوب في 2026؟ واحده من اهم البلانز اللي انا بدات ان انا اتحرك عليها السنه دي هي المين فوكس بتاعي هو اليوتيوب بلاتفورم لاسباب كتيره جدا. في الفيديو ده هنتكلم عليها، وكذلك هنتكلم على الجروث استراتيجي اللي انا حطيتها عشان اقدر ان انا اوصل لمينيموم 100,000 سبسكرايبر في 2026. فخلونا نبدا مع بعض هاو تو هاك زي يوتيوب. واحدة من أهم الحاجات اللي أنت لازم تبقى فاهمها قبل ما تبدأ على اليوتيوب، ليه اليوتيوب مهم أصلا لصناع المحتوى. أول نقطة وهي الإيفر جرين كونتنت. على قد ما الريلز مهمة جدا، ولكن ناس ما زالت بتحب المحتوى القيم، وكذلك بتدور دايما على إن هي تقدر تشوف محتوى طويل مفيد ويقدر يقدم لهم نولج حقيقية. ليه؟ لأن الريلز مش بتقدر إن هي تسبب لك أو تقدم لك النوع ده من المحتوى ايا كان شكله، ولكن هي مهمه للهاي جروث، او ان انت تتعرف بشكل سريع، او ان انت البراند بتاعك يتعرف بشكل كويس جدا. تاني حاجه هي اللويالتي. انت لو فكرت ان انت تروح تعمل بيرسونال براندنج او تديفلوب البراند بتاعك على منصه زي التيك توك، هيبدا يواجهك حاجه مهمه جدا، وهي ان التيك توك مش مبني على لويالتي سيستم اصلا. انت لو فتحت التيك توك هتبدا ان انت تاخد بالك ان اول حاجه بتظهر لك في الصفحه الرئيسيه عندك او في الهوم بيج هي مش الفولورز او الناس اللي انت بتتابعهم، اللي بيظهر لك الفور يو، عشان ده الباور بتاع المنصه. فانت محتاج بلاتفورم تقدر ان انت تبني عليها ليالتي كبيره جدا. ده موجود جوه اليوتيوب، وكذلك موجود جوه لينكد ان. تالت حاجه وهي ان هي افضل منصه بشكل ما قادره ان هي تقدم لك كاش او تقدم لك ريفينيو. داخل الوطن العربي الريفينيو ما بيكونش كبير عكس اللي موجود في امريكا وفي اوروبا، ولكن ما زال هو جود ريفينيو. انت تقريبا على كل مليون فيو بيساوي تقريبا من 1200 دولار ل 1500 دولار، فاتس جود ماني. فدول ثلاث اهم حاجات ليه اليوتيوب مهم لصناع المحتوى، وتقدر تعمل فلوس اكتر من كده بكتير لو انت بتبراند او بتشتغل على اليوتيوب من خارج الوطن العربي. طيب ايه المميز بقى داخل جمهور اليوتيوب؟ جمهور اليوتيوب دايما عنده نيه حقيقيه ان هو عايز يتعلم ويفهم ويدخل على ديب نوليدج حقيقيه، مش مجرد هيت اند رن او ان احنا نشوف ريلز نفهم منه حاجه ثم بعد كده نحاول نطبقها. المعلومات ما بتكونش حقيقيه، المعلومات ما بتكونش واضحه، المعلومات ما بتكونش كامله، وفي الاخر انت لو رحت طبقت حاجات انت ما عندكش علم فيها بشكل كافي هتبدا تكتشف ان اللي انت بتتعلمه مش اصح حاجه. تاني حاجه وهم عندهم التزام، وعادي بالنسبه لهم ان هم يشوفوا فيديو من 20 ل 60 دقيقه، وده بيحصل بشكل كبير جدا طالما الفيديو فيه اديوتيمنت لذيذ زي اللي بيحصل في الاديت، عشان الناس تقدر ان هي تقعد تتفرج. وتالت حاجه عندهم لويالتي لليوتيوب اكتر من اي منصه تانية. بيقدر يرجع يبص على اليوتيوب تاني، يبص على الفيديوز اللي انت نزلتها. فهي منصه قادره ان هي تقدم لك سبورت بشكل كبير جدا لو انت بتشتغل كونتنت كريتور. فده كده بشكل بسيط خالص ليه اليوتيوب وايه اللي بيميز جمهور اليوتيوب. تاني حاجه خلينا نروح على الماتريكس اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل اي فيديو، او كذلك الماتريكس ريليتنج بالجروس على المنصه دي، وخلينا نشرحهم وناخد وقتنا فيهم بشكل كويس جدا. اول حاجه وهي التايم واتش. الشخص لو انت عملت فيديو مدته ساعه، الشخص قاعد يتفرج على الفيديو ده مده قد ايه؟ ده مهم جدا 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 بشكل انت لا تتخيله، لان النجاح على الفيديوز تحديدا او النجاح على اليوتيوب بيبقى متعلق جزء كبير منه على التايم واتش بتاعك. تاني حاجه وهي الاودينس ريتنشن. كام نسبة الناس اللي كملت الفيديو، كام نسبة الناس اللي خرجت من الفيديو. ده بيعرف اليوتيوب قد ايه المحتوى بتاعك مميز، وقد ايه المحتوى بتاعك حلو، وقد ايه المحتوى بتاعك عاجب الناس. ودي ليها برسنتج هحاول ان انا اضيفها لكم في الديسكربشن، ولكن هي بتختلف من الشانل للاخرى. ثالث حاجه وهي السي تي ار. السي تي ار كم واحد دخل الفيديو بعد ما شاف العنوان والثامنيل. وده بيخلينا نفهم نقطه مهمه جدا، ان العنوان بتاع الفيديو لازم أن يكون حقيقي ومميز جدا، والثامنيل اللي انت بتقدمه، او خلينا نبص تاني، العنوان اللي انت عامله للفيديو لازم أن يكون واضح ومميز. وتاني نقطه الثامنيل هو بورت اوف انتراكشنز، او زي هوك كده يقدر ان هو يجيب لك الشخص يدخله جوه الفلو بتاعك. رابع حاجه وهي السيشن تايم. هل الشخص اللي داخل على الشانل بتاعتك او بيتفرج على الفيديوز بتاعتك هل راح يتفرج على فيديوز تانية تابعه ليك انت منزلها تاني ولا لا؟ لان ده عنصر
مهم جدا هنشرحه قدام. طيب رابع حاجه وهي السبسكرايبر بير فيو. لو انت جالك 1000 واحد شاف الفيديو بتاعك، كام واحد منهم عمل سبسكرايب؟ ده بيخلي وبيعرف البلاتفورم شويه قد ايه ان انت المحتوى بتاعك مهم، وقد ايه انت المحتوى بتاعك عنده انتراكشنز اساسا، بيخلي الناس تبقى مهتميه بالتوبكس اللي انت هتبدا تنزلها قدام. سادس حاجه وهي الهوكس. المتعارف عليه على كل البلاتفورمز ان الهوك بيبقى من 3 ثواني ل 5 ثواني. جوه عالم اليوتيوب الهوكس مختلفه شويه، لان انت محتاج 60 ثانيه كامله عشان تقدر تخلي الشخص ده يفضل يتفرج عليك لاطول فتره ممكنه. سابع حاجه الباكجنج. العنوان والثامنيل زي ما قلنا قبل كده ان هم مفتاح دخول اي شخص على الفيديو، لان انت ريكومنديشن على اليوتيوب، انت لو شخص عمل لك سبسكرايب تقدر ان انت الفيديو بتاعك يطلع عنده. تاني حاجه لو هو بيتفرج او هو بيعمل سيرش على عناوين معينه وانت فاليد، الفيديو بتاعك فاليد عشان ان هو يطلع على السيرش ده، فالعنوان والثامنيل هم جود باكج. سابع حاجه وهي الديستريبيوشن. اول 72 ساعه بتحكم بشكل كبير جدا على نجاح الفيديو بتاعك في الوقت الحالي. ليه بقول لك في الوقت الحالي؟ عشان ممكن في وقت من الاوقات في المستقبل لو انت بتعمل ايفر جرين كونتنت ان الفيديو بتاعك يبدا يجي له فيوز عاليه جدا. مش لازم دلوقتي، بس ده ممكن يحصل قدام، ولكن اول 72 ساعه هم مهمين جدا ولازم تركز عليهم. تاسع حاجه from shorts to long form. الشورتس قادره ان هي تقدم لك جود فيوز، وقادره ان هي تطلعك فايرال بشكل محترم جدا على اليوتيوب، ولكن هي مش قادره ان هي تجيب لك جود سبسكرايبرز. وده مهم في بعض الحالات اللي انت لازم تتبع بيها. والشورت قادره ان هي تدخل الشخص اللي بيتفرج على الشورت نفسه على الحلقه الاساسيه. عاشر حاجه وهي الاهم، الاستمراريه المطلقه على اليوتيوب هي المفتاح الرئيسي للنجاح. فخلينا بقى بعد الانترو اللذيذه دي اقول لك خلال 2026 ايه الماتريكسز اللي انا هبدا اشتغل عليها بشكل واضح وصريح بكل التفاصيل اللي انا هبنيها، وهيبقى موجود قدامكم. هنعمل ده مع بعض، مش مجرد داتا ضايفينها ولا اي حاجه، لا احنا هنبني كل حاجه مع بعض وهنفكر ازاي ده الموضوع ده ممكن ينجح. فخلينا نبص على احمد متولي يوتيوب جروس سيستم. اول حاجه احنا عندنا هدفين. اول هدف وهو اننا نوصل ل 100,000 سبسكرايب. ده هل هو از سمارت جول؟ هل هو هدف قابل للتطبيق؟ قابل للتحقيق والتطبيق ليه عناصر مختلفه. هدف واضح، هدف ميجرابل، هدف مربوط بوقت الى اخره من السمارت ويز. تاني حاجه وهي ان اليوتيوب يكون جزء اساسي من البيرسونال براند بتاعي، وقادر انه يجيب لي جود بلس هاي كواليتي كلاينت. هل ده كذلك مهم؟ ده مهم جدا. اليوتيوب قادر ان هو فعلا يجيب لك جود كلاينتس لو انت قدرت تقدم هيفي نوليدج او ديب ليرنينج، قادر ان انت تقدمه للناس اللي بتتفرج عليك عشان يقدروا بعد كده ياخدوا قرار لذيذ يدخلوا يكلموك سواء على الايميل او سواء على بلاتفورم ثانيه. طيب دي كده الاهداف. خلينا نبص على اول هدف. احنا عندنا هنا على التشانل بكل بساطه كان اسمها ذا كرييتيف كاست. ذا كرييتيف كاست كان هو البودكاست بتاعي، ثم القناه اتحولت لاحمد متولي. هل التحول ده بيأثر على نمو القناه؟ لا، ده مش بيأثر نهائيا على نمو القناه، والبودكاست بقى مجرد برنامج موجود على القناه. هل ده ممكن يخسرنا رعايات او يخسرنا حد يعني قادر ان هو يفند البودكاست او اي حاجه؟ لا نهائيا. ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر هو بروجرام مستقل بذاته موجود على القناه. والبودكاست كان بينزل ليه 4 فيديوهات في الشهر، المتوسط بتاع الفيديو الواحد ساعه. فده قبل ما تتحول ان هي تكون القناه بتاعتي. بعد فكره ان هي تحولت، ما زال ال4 فيديوهات هينزلوا بشكل مستمر وواضح، ولكن هيتضاف عليهم 4 فيديوهات تانيين جاهزين انهم يعملوا هاي سبورت لكي ووردز واضحه زي personal branding, content creation, creative business. فبقى المين فوكس عندنا ان احنا عندنا 3 محاور رئيسيه بنتكلم عنهم جوه القناه، بعد ما كان محور واحد وهو الكونتنت كريشن فقط. طيب هل ده كذلك؟ هنبدا نطرح السؤال اللذيذ، هل ده ممكن يكون يؤثر على القناه باي شكل؟ برضو لا يؤثر. فاحنا as a measurable
عندنا تقريبا 8 فيديوهات لونج، توتال اورز بتاعتهم ممكن توصل ل 6 ساعات في الشهر، مبنيين على keywords plus good topics plus thumbnails and titles. خلينا نبص على حاجة مهمة واحنا بنشرح دلوقتي، وهي اليوتيوب المين اوبجكتيفز بتاعته او اللعبه بتاعت اليوتيوب. اليوتيوب هنا انت مش بتحاول ان انت تجمع اكبر عدد من الفيوز، انت محتاج ان انت يبقى عندك فانل لذيذه بتبدا من الانتري فانل، ثم بعد كده الريتنشن، ثم بعد كده الديب، ثم بعد كده الجروس. احنا الستيج بتاعت التشانل في الوقت الحالي هي انتري، بدات من سنتين، ثم بعد كده وقفت، ثم بعد كده بتكمل. المين بتاعنا ان احنا نبدا نبيلد ريتنشن ميثودز عشان الناس تبدا ان هي ترجع للقناه وتتفرج اكتر، ثم بعد كده الديب والجروث هيبتدوا ان هم يتحركوا لوحدهم. فخلونا نكمل هذا اللعبه اللذيذه. فاحنا عندنا 8 فيديوهات في الشهر لونج، ال8 فيديوهات دول على توتال 6 ساعات في الشهر كعدد ساعات الفيديوهات دي. فافرج التايم بتاع انت بتتكلم على ساعات البودكاست هم يساوي 4 ساعات، والوقت بتاع الفيديوهات العاديه يساوي 30 دقيقه في المتوسط. فاحنا عندنا توتال تقريبا حوالي 6 ساعات مربوطين بكي وورد سيستم، مربوطين بجود تايتلز وجود توبكس، مربوطين بثامنيل استراتيجي قادره ان هي تخلي الشخص يبدا ان هو يدخل على الفيديو يتفرج. طيب هل ده جود انف ان احنا نقدر ان احنا نوصل لحاجه زي كده؟ جود انف ومش جود انف. فاحنا محتاجين العامل الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه فوق هنا، وهو الشورتس. فالشورتس بكل بساطه احنا هنبدا نطلع 2 مديولز في الشورت. شورت تم انتاجه خصيصا لليوتيوب، ثم بعد كده شورت من الحلقات. طيب الشورت اللي تم انتاجه خصيصا هو مش هيكون تم انتاجه خصيصا فقط لليوتيوب، هو هيكون طالع في شكل ريلز مناسبه لمنصات زي الانستجرام بلس التيك توك، مناسبين اكتر للالجوريزم بتاعت البلاتفورمز دي. ولكن في الاول في الاخر وي هاف ا ماتيريال، فليه الماتيريال ما نعملهاش شير؟ ودول افريج 15 ريل بير مونث. ثم نروح عند المعضله الاكبر، وهي الشورتس بتاعت اليوتيوب نفسه، او الشورتس بتاعت الحلقات اللي جايه من اليوتيوب. احنا عندنا كل حلقه بودكاست بيطلع منها من 6 ل 8 ريلز، فاحنا عندنا كده في المتوسط 32 ريل من البودكاست بس. ثم عندنا ال 15 اللي احنا اتكلمنا عليهم، بلس من الحلقات العاديه اللي زي دي هيطلع تقريبا 5 ريلز. فاحنا بنتكلم في متوسط من 45 ل 60 شورت في الشهر. فعندنا 2 شورت بير داي، وده جود انف قوي ان احنا نقدر ان لو كل شورت قدر ان هو يوصل لمتوسط 2000 فيو كبدايه للشانل نفسها، فاحنا بنتكلم على 120 الف فيو. عشان نحط متوسط 80 الف فيو من الشورتس، وده معلهوش لويالتي بشكل حقيقي. وبلس عندنا القدره ان احنا نقاد حاجه اهم شويتين 3 قادره ان هي تحقق لنا العناصر اللي احنا بنتكلم عنها فوق كل 3 شهور، بحيث ان يبقى عندنا هاي ريتنشن للكاستمرز نفسهم. ده اللي كنت بقول لكم عليه، ان دي الستيج التاني. طيب احنا عايزين واتش تايم اعلى، عايزين اودينس ريتنشن، عايزين سي تي ار، عايزين السيشنز تايم تبقى اعلى، عايزين الناس تقدر تعمل لنا سبسكرايبز اعلى، عايزين. فاحنا عشان نحقق سوري العناصر دول، انا مش عارف ليه انا مصمم ان هم 6، ولكن عشان نقدر نحقق ال10 عناصر دول احنا محتاجين ديب نولج. الديب نولج هنا مهمتها هي ان عادي نعمل كراش كورس. الكراش كورس هنا ليه فوائد عظيمه. ليه الكراش كورس؟ هو تجربه مهمه جدا لازم تتكرر من 2 ل 4 مرات في السنه، عشان بكل بساطه هو قادر ان هو يحقق لي واتش تايم عالي، بلس قادر ان هو يعمل لي ريتنشن، بلس قادر ان هو يعمل لي سجستس محترمه، قادر ان هو يعمل لي ريكومنديشن من ناس اتفرجت فعلا على الكورسز دي. فاحنا هنبدا نلانش كل 3 شهور كورس مدته من ساعه لساعتين عن 1 توبيك. ده هيبدا مع الوقت يعلي الهاي انجيجمنت جوه التشانل، ويعلي التايم واتش،
ويبدا يحصل suggestions بلس الناس اللي بتتفرج نفسها لو لقيت ان هذا المحتوى قيم وفي معرفه حقيقيه هيبدا بكل بساطه يبدا ان هو يعمل ريكومنديشن لصحابه. فمهمه الكورس هنا ان هو قادر بكل بساطه يزود لنا الواتش تايم بشكل كبير جدا. لما شخص هيدخل يتفرج على الكورس ده فيلاقي ان المحتوى فيه فعلا حقيقي ومهم، ما عندوش مشكله ان هو يقعد يتفرج على الساعه او الساعه ونص. كذلك هيقدر ان هو يعمل لنا سبورت في السجستس والريكومنديشن بتاع اليوتيوب. وكذلك الناس اللي بتتفرج ساعات لما تلاقي جود توبيك او كورس مجاني فعلا فيه قيمه حقيقيه وقادر ان هو يساعدهم هيبدا ان هو يرشحه لناس مختلفه. فالبلان بكل بساطه ومختصره عندنا 84 فيديو لونج في السنه. هل ده رقم كبير؟ رقم كبير. تقريبا عدد ساعات انتاج هذا المحتوى هتعدي 140 ساعه، تحدي لذيذ. ثم بعد كده عندنا افريج 60 شورت في الشهر، بلس عندنا كذلك من 2 ل 4 كورسات في السنه. ممكن حد يجي في دماغه طب هو مش الافيد ان الكورسات دي تتباع؟ مليون في المية من الافيد ان هي تتباع لو انت مركز في الستيج الحاليه ان انت تقدر تجيب فلوس بشكل كويس. ولكن احنا فوق كنا بنتكلم على الفن اللذيذه بتاعه اليوتيوب المختصره، وهي الانترو ريتنشن والديبس والجروس. انت هنا لو قادر ان انت في الريتنشن تحديدا قادر ان انت تطلع $50 من كل شخص، فانت في مرحله الجروس انت قادر ان انت تطلع $1000 من كل شخص. ليه؟ لان هو هيبقى مقتنع مليون في المية قد ايه ان انت جامد وعندك نولج محترمه والحاجه اللي انت بتقدمها دي طالما ده الفري البيت هيبقى عامل ازاي. فده سؤال انت لازم تساله لنفسك بشكل كبير جدا، ان انت تتكلم على حاجه زي كده. هي انتاجها صعب او العمل عليها صعب، ولكن في الاول وفي الاخر هي مش ديب نولج فعلا انت طالع تقدمها، على قد ما ان انت قادر انك تشير مع الناس اساسا اكسبيرينس او حاجه زي كده ممكن تكون بتجربها. فزي ما قلت لكم احنا عندنا تقريبا افريج 84 فيديو، منهم 4 with guests. طيب اللي هم مرتبطين في البودكاست، احنا عندنا 3 حلقات في البودكاست دايما فيهم ضيوف وحلقه شخصيه. ال3 حلقات اللي فيهم ضيوف دول احنا بنحاول نفوكس برضو عشان نركز اكتر ان احنا ما نروحش نجيب المشاهير وبس، بنحاول ان احنا نروح نجيب ناس عندها نولج حقيقيه بحيث ان هم لو موجودين معانا الحلقه هي ممكن ما توصلش ل 1000 فيو 2000 فيو 5000 فيو مليون فيو في الاول، ولكن كايفر جرين كونتنت احنا لسه منزلين حلقه هسيبها لكم فوق هنا اوكي حلقه عن ان الضغط اللي انت بتمر بيه جوه الشغل بتاعك. فدي حلقه انت هتفضل طول عمرك قاعد مستني او بتمر بالتجارب دي بشكل مختلف، فانت هيجي لك ضغط، فانت بعد الشر عنيك طبعا، فانت ممكن تحس بستريس، فانت هتبدا تشوف حلقه زي كده ده بشكل مستمر. وبيبقى عندنا بورت من الكولابريشنز اللي احنا بنعملها ان احنا فعلا نعمل كولابريشنز مع ستورز، مع ناس اقوياء جدا في المجال بتاعهم معروفين بشكل كبير جدا. مش لازم برضو يكون عندهم نمبرز اوف فولورز عاليين، ولكن يكون عندهم لويالتي فانز او لويالتي فولورز. ليه؟ هو لو عنده 1000 واحد لويال ونزل حلقه زي كده عنده، فبكل بساطه ال1000 واحد دول هيبقوا انترست ان هم يدخلوا يتفرجوا في نفس الوقت، عكس ان هو ممكن يكون عنده مليون بني ادم ولكن اللويالتي عنده هم 500 شخص، ما لهاش قيمه بالنسبه لنا نهائيا. فاحنا عندنا 3 حلقات هيكونوا دايما مع ضيوف جوه البودكاست، وعندنا 5 حلقات انا هكون بشاركك حياتك او بشاركك حياتي بمعنى صح. فعندنا 5 حلقات واحده منهم جوه البودكاست، والباقي حلقات مختلفه زي ما نقوم به الان. وكذلك 60 شورت هيتم انتاجهم في الشهر، ده عدد رهيب يعني. وعندنا من 2 ل 4 كورسات في السنه. ده كاول سنه، ده احنا فيري ساتيسفايد بالنسبه له كبلان وكدايركشن. هحاول ان انا مع الوقت اشير معاكم سم اوف لينكس للكالندرز بتاعتنا، ولكن بعد يعني كل شهر بنزل بتاعه الشهر اللي فات، ده هيكون احسن بكتير من ان انتوا تعرفوا ان احنا هنعمل ايه الشهر اللي جاي. ولكن لو حابين ان انتوا تعرفوا احنا هنعمل ايه الشهر اللي جاي قولوا لي، وما عنديش اي مشكله خالص ان انا اعملها شيرنج معاكم. فده كده بشكل مختصر الطريقه اللي احنا هنهاج بيها اليوتيوب السنه دي. ممكن ما تكونش افكتيف، ممكن تكون افكتيف، ده احنا لسه ما نعرفوش 100%، بس بسد على نوليدج كبيره احنا قعدنا نشتغل عليها، وبسد على تجارب جربناها الشهرين اللي فاتوا، فده انسب واحسن مديول ممكن نشتغل عليه. ممكن تقولي في الكومنتس ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نضيفها، هنكون حابين جدا نسمع رايك ونفهم
هل الاديت اللي انت ممكن تقوله لنا ده يساعدنا ان احنا نوصل للهدف بتاعنا ده ولا لا؟ انا متولي وانا مبسوط ان انا كنت بتكلم معاك. ما لا تنسى ان تسوي السبسكرايب عشان نقدر ان احنا نوصل في الاخر ل 100,000 سبسكرايب. يومكم لذيذ، سلام.